تعالوا نبدأ نتعرف أكتر عن كلمة project، مشروع، ونبدأ نشوف هي موجودة فين في حياتنا. project هو مجهود مؤقت بنعمله علشان نقدر نطلع بيه نتيجة مختلفة، واحنا محتاجين النتيجة دي لجزء من حياتنا كحياة عملية أو كحياة شخصية. متهيألي التعريف كده مبهم شوية، تعالوا نخش أكتر ونعرف 6 حاجات علشان نقدر نميز إن الحاجة اللي احنا بنعملها دي هي مشروع، هي بروجكت، وبالتالي نقدر نطبق جواها البروجكت مانجمنت. ايه اول حاجه؟ اول حاجه ان هو temporary يعني مؤقت. يعني ايه؟ يعني ليه بدايه وليه نهايه. اي مشروع ايا كان حجمه، ايا كانت البادجت بتاعته، ايا كانت النتيجه اللي هتخرج في الاخر، هو بينتهي مع خروج النتيجه دي. بغض النظر المشروع ده 3 اسابيع، 3 شهور، 3 سنين، او محطه طاقه نوويه بتاخد في المتوسط من 8 الى 10 سنين عشان ننشئها. في الاخر المشروع بيوصل لخط النهايه، بوصلنا للنتيجه بتاعته ان شاء الله، نسلمها، النتيجه تشتغل، احنا مشروعنا الحمد لله نجح، ونقدر نقفل المشروع بتاعنا، او نقدر نقول مشروعنا خلاص كده انتهى. ده رقم 1. رقم 2، element التاني او التوصيف التاني لكلمه مشروع او اللي بيميز كلمه مشروع هو يونيك. يونيك مش بالمعنى الحرفي ان هو فريد من نوعه ابدا. يونيك معناها ان هو مختلف دايما عن اللي قبله ومختلف عن اللي بعده. النتيجه اللي بتخرج من المشروع مختلف عن النتيجه اللي قبلها ومختلف عن النتيجه اللي بعدها. يعني على سبيل المثال تخيلوا معايا لو احنا شركه IT، احنا بنصمم شبكه لمكانين في نفس الوقت، احد البنوك واحد الجهات الحكوميه. ايوه هما الاثنين شبكات، ولكن اكيد مواصفات الشبكه هنا غير مواصفات الشبكه هنا، وده اللي يخلي المشروع بتاعنا از يونيك، يخليه فريد مختلف عن اللي قبله ومختلف عن اللي بعده. مثال تاني وبسرعه، تخيلوا معايا شركه بتعمل الانيوال جاذرينج، الاجتماع السنوي للموظفين في الشركه، ودي حاجه بتتعمل مره في السنه. اكيد السنه دي غير السنه اللي فاتت غير السنه اللي جايه. دايما الدنيا عندنا مختلفة، وده اللي بيخلينا عندنا حياتنا متجددة على طول، مفيش أي رتابة، مفيش أي روتين في مجال إدارة المشروعات. 3، Progressive Elaboration، كلمة صعبة شوية، تعالوا نبسطها أكتر. Development in Steps، تعالوا نبسطها أكتر، يعني المشروع بتاعنا بيتطور في خطوات، مفيش حاجة بتظهر فجأة في المشاريع بتاعتنا. تخيلوا معايا في مبنى بيتبني واحنا بنعدي عليه مرة كل اسبوع، بكل تأكيد كل اسبوع هتشوف ملامح مختلفة شوية للمبنى دون. فأي مشروع أيا كان إيه هو دايما بيتحرك في خطوات لغاية ما يوصل للنتيجة الكاملة بتاعته، فمفيش حاجة بتظهر فجأة في المشاريع بتاعتنا. 3، uncertainty، حالة من عدم التأكد. يعني ايه حالة من عدم التأكد؟ ببساطة شديدة يا جماعة احنا بنخطط لمشروعنا النهاردة علشان ننفذه في المستقبل، فانا بحط خطة تنفيذية النهاردة، ولكن علشان اخد الخطوات دي هتكون في المستقبل. وهنا تيجي اول معلومة في إدارة المشروعات، ان اي بلان حضرتك بتحطها قابلة للتغيير. ليه؟ لان حضرتك بتحطها على معلومات النهاردة، وجايز المعلومات دي او المعطيات دي تتغير وانت ماشي قدام، وبالتالي انت دايما عندك حاله من عدم التاكد. طبعا لو المشروع ده كررناه كتير الحاله عدم التاكد دي بتقل، لكن تخيلوا معايا لو بنعمل مشروع لاول مره او جايز تكون لتاني مره بالكتير، حاله عدم التاكد نسبيا اكتر شويه. 4 او لا دي 5 ان اي مشروع دايما بيؤدي الى تغيير. يعني ايه بيؤدي الى تغيير؟ حالتنا قبل المشروع ليها وصف، وحالتنا بعد المشروع ليها وصف مختلف تماما. برضو يعني ايه؟ تخيلوا معانا شركه بنقدم لها سوفت وير، قبل ما نطبق السوفت وير دون هي ماشيه بطريقه وعندها مشاكل من نوع معين، بعد ما طبقنا السوفت وير دون هي ماشيه بطريقه مختلفه ومشاكلها خدت شكل مختلف. مش بس كده، تعالوا نصغر الاكزامبل اكتر شويه. حفله عيد ميلاد، قبل ما نخش العيد ميلاد دون احنا في حاله نفسيه، بعد ما خلصنا حفله العيد ميلاد احنا في حاله نفسيه مختلفه. دايما في تشينج، واذا ذكر التشينج لو تم ذكر التغير هتلاقوا دايما في حاجه اسمها مقاومه للتغيير، وهنتكلم عنها في فيديو لوحدها. اخيرا
اي مشروع مهما كان هو بيضيف للكيان اللي بيستلم المشروع ده، دايما بيضيف قيمه بعد نهايته. على سبيل المثال واحد بيجدد شقته، في قيمه مضافه حصلت من تجديد الشقه. زي ما اتفقنا بنتكلم في سوفت وير في الشركه، في قيمه مضافه تمت، وهكذا. دول 6 عوامل قايم عليهم فكر إدارة المشروعات وكلمة مشروع. ولو دققتوا معايا هتلاقوا ال6 حاجات دول تقريبا موجودين في حياتنا كلها، وبالتالي حياتنا عبارة عن مشروع كبير متقسم إلى مجموعة كبيرة من المشاريع الصغيرة. أشوفكم في فيديو تاني إن شاء الله.